ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي معانا اول فيديو من تصويري، اول مره اصور اكل في حياتي النهارده. فصحيت النهارده لقيت نفسي عايزه اعمل بشاميل، قلت ما اقوم اعمل بشاميل. اول طبخه ليا في البيت الجديد. التصوير طبعا مش هيبقى قد كده لان اول مره اصور الاكل في حياتي وانا بعمل خطوات الاكل، فهتلاقي التصوير مش قد كده لان انا متعوده ان انا اصور فناجين قهوه والادوات بسيطه جدا، الفنجان، البراد. انا بقول كفايه راجل لحد كده وندخل بقى في الفيديو بتاعنا البشاميل. يلا بينا. وفي الكبه نحط بصل، نفرمه، نحط الطاسه، نرمي البصل، زيت، نشيل على النار، نقلب، نحط الفلفل، نقلب، ونحط اللحمة المفرومة، نهرس فيها كويس بحيث ان اللحمة تتفكك من بعض. نحط الملح، فلفل اسود، ونقلب كويس. الطماطم عندنا بتبقى شوية مش حمرا زي مصر، فاحنا هنحط في الكبة، نحط عليها صلصة ونضربها كويس بحيث ان احنا نحط على اللحمة، نقلب لحد ما المية تختفي. الصينية المستهدفة اللي احنا هنعمل فيها البشاميل، وحلة مية على النار نحط فيها ملح. كيس الواحد عندي 400 جرام، فانا هحتاج كيس ونص. طبعا هحط المصفى مكرونه، افتح عليها ميه بحيث انها ما تمسكش وما تعجنش. انقلها طبق تاني بعد ما اصفي ميتها. طبعا احط شويه زيت علشان لو انا هسيبها مده اطول بحيث انها ما تمسكش في بعض، واقلب كويس قوي. وحله على النار احط الزيت، ممكن سمنه وزيت بس انا ما عنديش سمنه حاليا. 5 معالق دقيق، اقلب كويس قوي. لو حسيت انها محتاجه زيت كمان ممكن اضيف. انا ضفت عموما. نحط اللبن، نقلب نص الكميه طبعا، قوامي يتقل قوي. نحط النص التاني، ونقلب. طبعا لو ما عندناش لبن كافي ممكن نحط ميه او شوربه، انا ما عنديش شوربه فحطيت ميه عاديه. ونقلب، نحط ملح، فلفل اسود، ونقلب. طبعا نحط نص البشاميل على المكرونه، ونقلب. وبعدين النص التاني نحطه على النار ونحط جبنه موزاريلا، زيت، دقيق، نبطنها كويس قوي تبقى زي كده. نحط المكرونه النص الاولاني، نوزع كويس. بعدين نحط اللحمه المفرومه ونوزعها كويس قوي. بحيث تبقى كده. نبدأ نحط النص التاني من المكرونة ونوزعها كويس قوي. بعدين نبدأ نحط البشاميل. طبعا انا ما عنديش خالص اي كبشة سيليكون اللي انا احط بيها، فمضطرة احط بالحلة كده. نوزع كويس. هيبقى منظرها كده. دي قبل السوا، ان شاء الله نشوف بعد السوا. زي ما انتم شايفين النهايه طلعت تحفه، شكلها تحفه وطعمها تحفه وجوسي. مشكلتها معايا معرفتش اقطعها قطع كويس ولخبطها زي ما انتم شايفين. اتعود المره الجايه. اشوفكم في فيديو تاني مع اكله تانية ان شاء الله.